ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التورته القمر دي. هنعمل مع بعض تورته المانجا في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وكمان بمقادير بسيطه جدا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف كده طريقتها ونشوف مقاديرها. اول حاجه كده هنعمل مع بعض في التورته. اول حاجه هنعملها هنخبز كده الكيك، ولازم نخبزه كده من بدري، من قبلها كده بحوالي 9 ساعات او حاجه، علشان الكيك كده يبقى ما تيجي تقطعيه يكون معاكي كده كويس وما يتفرفتش كده معاكي. تمام. فانا دايما عاده لما باجي اعمل كده تورته بعمل كيك من قبليها بيوم، بعمله كده من بالليل واحطه في التلاجة عشان انا اقدر اقطعه كده معاك يعني بكل سهوله. انا النهارده بقى عملت العكس، عملت الكيك كده الصبح، كانت حوالي الساعه 10 الصبح او 11، علشان هشتغل كده في التورته دي بالليل. تمام. حطيت كده بقى، تعالي نشوف الاول حطيت ايه بقى في العجينه او في البوله. حطيت 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وحطيت نص كوبايه من الميه، وكمان عليهم نص كيلو دي اسبونج جاهز. دي اسبونج فانيليا. تمام. بيتباع يعني عند اي محل مستلزمات حلويات. حطيتهم بقى كده وابتديت ان انا اشغل عليهم العجان على سرعه هاديه، وبعد كده ابتديت ان انا اعلي السرعه بتاعه العجان. تمام. لغايه ما وصل معايا القوام بالشكل دوت، اتضاعف كده حجمه وملى البوله بتاعه العجان معايا، وكمان لونه بقى فاتح كده جدا معايا كده. الاسبونج معايا بقى جاهز. جبت بقى الصينيه اللي انا هخبز فيها الكيك ومبطنها كده بورق زبده. تمام. وابتدي بقى كده احط انزل فيها الخليط بتاعنا. الصواني المدوره دي بتاخد معاكي في الفرن وقت اطول. تمام. لو عندك الصينيه اللي هي المربعه او الصاجات اللي هي المربعه اللي هي 30 في 40، تقدري تحطي فيها نفس الكميه ديت اللي هي نص كيلو دي اسبونج، وتدخليها الفرن. بتقعد معاكي في الفرن ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي. لكن الصواني المربعه دي بتاخد معاكي وقت اطول يعني. لكن لو عندك علشان كده بقولك، لو عندك الصينيه اللي هي الصاجات ديت، اخبزي فيها الكيك، وابتدي ان انتي آه بصينيه او باطار كده مدور، قطعي كده بيها، وهتبقى معاكي كيكه مدوره عادي، مفيش مشكله. تمام. بس يعني بتوفر معاكي كده وقت في الفرن. فانا طبعا مش عندي الصاجات ديت، ان شاء الله باذن الله هجيب كده واحده قريب. فقلت بقى كده فدي يعني الصينيه اللي انا بعمل فيها كده على طول. حطيت بقى كده عندي الكميه بتاعه الاسبونج، وابتدي ان انا اوزعهم كده كويس. تمام. اسوي بس كده وشها عشان ما تطلعش معايا كده حته وحته، حته هبطانه وحته لا. سويت كده وشها كويس، وابتدي بقى ان انا ادخلها عندي الميكرويف. زي ما قلت لكم طبعا لازم قبل اي كيكات هنعملها لازم نشغل كده الميكرويف قبليها، قبل ما نبتدي يعني في الكيك، علشان يسخن معايا. دخلتها بقى الميكرويف على درجه حراره كنت مشغلها على 180، علشان طبعا يسخن معايا. حطيتها بقى في الميكرويف، ويا ريتني ما حطيتها. النور قطع عليها، انا حطيتها من هنا عدى عليها ربع ساعه النور قطع. اضطريت بقى ان انا طبعا افتحها بقى عليها، وده غلط، ما ينفعش نفتح على كيكات من قبل يعني ما يعدي عليها نص ساعه. بس طبعا انا كنت مضطره علشان النور قطع، فابتديت ان انا اطلعها وادخلها بقى عندي الفرن. فهنا بقى كده خلاص انا كنت بالليل بقى، عدى عليها حوالي 9 ساعات كده. ابتديت بقى كده نعمل هنا الكريمه او الكريم شانتيه. حطيت كده كوبايتين من الميه الساقعه متلجه، وحطيت عليهم ربع كوبايه من السكر، وابتديت ان انا اقلبهم كده في العجان. بعد ما تقلبهم مع بعض حطيت عليهم كده كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الباستري كريم. الباستري كريم بيديها كده طعم حلو، وبيدي كده للكريمه كده غنيه، وبيخلي طعمها حلو قوي. تمام. ابتديت بقى الاول برضو على سرعه هاديه، شغلت عليهم العجان، وبعد كده ابتديت ان انا اعلي السرعه لغايه ما الكريمه معايا برضو تضاعف حجمها وتكون معايا كده آه متماسكه كده وحلوه. تعالوا بقى نشوف الكيك بعد ما طلعت معايا، بقت معايا بالمنظر دوت. اول مره بصراحه يحصل معايا الموقف ده، ان انا احطه كده في الميكرويف والنور يقطع. بس الحمد لله يعني، ولا يهمنا ولا يهزنا، عادي هنكمل التورتايه بتاعتنا وهنعملها وهتطلع معانا حلوه زي ما انتوا شفتوها كده. طبعا الوش بقى اللي فوق دوت كان يعني كان نشف كده معايا شويه، وكان طبعا كده كده احنا لازم بنشيل الوش بتاع اي تورت ديت او اي سبونج، بنشيل الوش بتاعها علشان بيبقى محتفظ بنسبه زفاره كده عاليه. كل البيت بيبقى من فوق كده، فطبعا لازم نشيله. وهنا طبعا لازم كنت اسويها علشان طبعا يعني اعرف اخد منها طبقات، لان طبعا لما فتحت عليها الميكرويف هبطت كده معايا، فكان لازم ان انا اسوي الوش بتاعها بالشكل دوت. بس طبعا الكيك دوت انا مش هرميه يعني، الكام قطعه دولت هعمل بيهم كده قبين ترافل، وهيكون برضو طعمهم حلو. هنا بقى كده خلاص وصلت بقى للطبقتين دولت، هما دولت اللي انا عرفت اطلعهم يعني منها. قطعتهم بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. اصلا شايفين الكيك قد ايه طري معايا، وكان هاشش قوي، ومسامه كانت فاتحه وحلوه. بس يعني الميكرويف بقى لما النور قطع، فالحمد لله ان انا قدرت اطلع منهم الطبقتين دول. المهم بقى هنا
جبت بقى البورد بتاع التورت دوت، وحطيت عليه شويه من الكريم شانتيه، وابتديت احط عليهم كده اول طبقه من الكيك بتاعنا، ولفيته كده بورق فاكيوم. ده ورق كده بجيبه كده من العتبه. تمام. بقول له انا عايزه الفاكيوم بتاع كده التورت. بيبقى فيه منه كده مقاسات، بيبقى فيه 5 سنتي، 7 سنتي، 10 سنتي، زي ما انت حابه. انا النهارده استخدمت دوت ال7 سنتي. بيتباع كده بالمتر، يعني انت تقولي انا عايزه 2 متر او 3 متر زي ما انت حابه. المتر دوت كان بحوالي 7 جنيه تقريبا. بعد ما حطيت الكيك سقيته بقى، سقيته الاول بالسيرب الخفيف، كوبايه ميه، وحطيت عليهم معلقتين من السكر، وقلبتهم، وابتديت ان انا اسقي بيهم الكيك. ده بصراحه اكتر حاجه او اكتر سيرب يعني تقدري انت تسقي بالكيك، بتفضل معاكي لو سبتيها في التلاجة بالكام يوم مش بيجرالها اي حاجه. لكن لو سقيتيها كده بلبن او باي حاجه تانية بتحمض يعني الكيك معاكي، وبيخلي كده طعمه وحش، من تاني يوم تلاقيها كده حمضت معاكي وبتكون مش حلوه. خلاص بعد ما مسقيته وزعت كده، حطيت كريم شانتيه، وابتديت كده اوزعه، وبحاول على قد ما اقدر طبقه الكريمه تبقى قد كده طبقه الكيك بتاعتنا. بصوا يعني بمسك الكيك كده بالراحه، بحسس عليها بصراحه. حطيت كده الطبقه التانية. تمام. وهشيل بقى دولت، انا هعمل بيهم كوبين كده على بقيه الكريمه وكده، هعمل بيهم كوبين. هبتدي بقى خلاص بعد ما حطيت كده طبقه الكريمه، ابتدي برضو اسقيها كده بالسيرب بتاعنا، وابتدي بقى بعد كده اوزع عليها الكريم شانتيه من فوق. دي كده الكريمه اهي، وابتديت ان انا احطها عندي، وابتديت ان انا اوزعها. احلى حاجه كمان في ورق الفاكيوم دوت انه بيوفر عليكي ان انتي متقعديش، مثلا لو انتي مش بتحبي تجلسي التورت، او التورت بتاخد معاكي وقت في التجليس وكده، فالورق ده بيبقى حلو بصراحه في كده، ان انتي بتوزعي على طول الكريمه تحتها الكيك، فكده بتوزعي الطبقات بس كده على طول. غير بقى لو تورته عاديه تبداي ان انتي تجلسيها من الجناب ومن فوق، وتبقي عايزه تظبطيها اكتر وكده. فالورق ده بصراحه بيوفر عليكي الوقت دوت يعني. وكمان بيبقى شكله حلو، يعني بيبقى عامل في الاخر زي المحلات، يعني لما بنيجي نشتريها بيبقوا لافينها كده بالفاكيوم دوت، اللي هو بيبقى ملون والحاجات دي. فبرضه بيديكي في الاخر الفينش بتاع التورته برضه بيكون كده حلو. وزعت بقى انا الكريمه بالشكل دوت، هبتدي بقى كده ادخلها التلاجة شويه او الفريزر، بس تسقع يعني كده معايا. تمام. ونبتدي بقى كده نزينها، هنشوف بقى هنزينها. هنجيب بقى كده المانجا ونبتدي نقطعها مع بعض. انا بس بسويها، بحب كده ان انا اساوي كده الوش بتاعها سوا واحد عشان تطلع معايا كده متساويه. تمام. احطها بقى الفريزر. جبت بقى كده عندي هنا المانجا علشان كده نقطع منها. دي المانجا دي نوعها اللي هي الكيت. دي كده بتديكي يعني بتديكي كده لحم كتير، يعني لما بكون عايزه تقطعي او تاخدي كده لحم يعني مانجا مكعبات او شرايح او كده، تجيبي المانجا اللي هي الكيت ديت، او النعومي، دي اكتر نوعين يعني، او الصديقه برضو، دي برضو بتديكي انواع كده حلوه. بس انا الصديقه بصراحه ما جربتهاش قبل كده، بس انا اسمع ان هي يعني بتديكي برضو بيكون فيها لحم كتير يعني، وبتقدري انت تقطعي منها كده كميه كبيره من المانجا، يعني مكعبات او شرايح زي ما انت حابه. فانا لقيت عند الراجل اللي هي المانجا الكيت ديت. تمام. جبتها كده وابتديت ان انا اقشرها زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى كده اقطع منها شرايح كده عشان نزين بيها كده التورته بتاعتنا. قطعتها بقى كده خلاص، قطعت كده الجزئين اللي هما اللي بيبقوا من فوق دولت فوق البذره. جبت بقى كده السكينه المشرشره ديت. اهم حاجه في تقطيع الفاكهه، اي فاكهه هتزينيها كده على التورته، اذا كانت مانجا او تفاح او حاجه، اي حاجه هتقطعها شرايح لازم تكون بسكينه مشرشره كده، علشان تديكي كده طبقات رفيعه. او عملتيها كده بسكينه العاديه ديت، هتطلع معاكي كده الطبقات تكون سميكه كده. تمام. وهتكون كده مش شكلها حلو وانتي بتزينيها. فالسكينه المشرشره دي بصراحه هي اللي بتديكي الشكل الحلو ده. بشيل كده الحتت اللي من فوق ومن تحت تكون يعني مستويه شويه ديت، وباخده بقى الجزء كده اللي في النص دوت، وابتدي ان انا اقطعه كده شرايح بالشكل ده. بياخد بقى، بص انا الجناب بقى والحتت اللي هي الحتت المكعبات الصغيره اللي انت مطلعاها ديت من المانجا او اللي في البذره والكلام دوت، ممكن تضربيها، هتعمليها كده عصير بيوري يعني مانجا، وتحطيها على الكريم شانتيه. ده طبعا من اول ما تعملي الكريم شانتيه، يعني قبل ما تعمليه تبقى الكريم شانتيه برضو متطعم كده بالمانجا، بما انها يعني
تورته مانجا. بس انا بصراحه بحب الكريم شانتيه يبقى لونه كده محتفظ بيه، يعني يبقى لونه كده ابيض، مش بحب يعني اطعمه بمانجا علشان هيغير لونه يعني. لكن لو انت حابه برضو بيبقى طعمها كمان بيبقى احلى، يعني لو حطيتي عليها الكريم شانتيه عصير المانجا ده. بصوا بقى، انا هنا الشرايح بعد ما قطعتها جبتها بقى وابتديت ان انا الفها كده حوالين داير على المانجا، زي ما انتوا على قصدي الكيكه. بصوا يعني اخر طرف من المانجا بحط عليها اول طرف الواحده التانية. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. يعني يا رب تكون بقى ايه، هي موضحه لكم. بصوا يعني الصوره موضحه لكم، يعني الفيديو كده هو شغال موضح لكم. بس انا بعمل ايه، اخر واحده بحط عليها، يعني اخر طرف من الواحده بحط عليها الطرف الاولاني، عشان بس تطلع ايه زي الورده كده داير ما يدور. دي حسيتها كده تخينه شويه فشلتها، بس كملتها بقى كلها بالشكل دوت. وربطت كده عليها الشريطه اللي هي الساتين الحمرا دي، تديها برضو كده شكل حلو. طبعا علشان طبعا احنا حاطين فاكهه او اي فواكه هتزيني بيها تورته، لازم ان انت تعمليها كده بجيلي تلميع. تمام، علشان الفاكهه ما تسودش معاكي او تبقى لونها كده يتفي وما تكونش حلوه يعني. طبعا المانجا من الفواكه اللي هي مش بتسود ولا الكلام ده، بس لما احطها في التلاجة لو ما كنتش حاطه الجيلي دوت كان لونها كده هيطفي ومش هتبقى حلوه، مش هتبقى فيها اللمعه ديت. فلازم ان انا اعملها كده بالجيلي التلميع دوت ده كده. جيله على البارد، انا بجيبه دايما على البارد، في منه بيبقى على البارد وفي منه بيبقى على تعمليه على السخن يعني. بس انا دايما بجيب اللي هو جيله التلميع البارد ده. وزعت بقى كده منه على المانجا بالشكل دوت، عشان تفضل معايا كده المانجا حلوه وتكون كده فيها اللمعه بتاعتها. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم.